سألنا مجموعة من الناس تعرفوا إيه عن الشمول المالي، والحقيقة سمعنا بعض الإجابات كان دمها خفيف قوي، زي مثلا إن أنا وقت ما أحب أجيب فلوس ألاقيها قدامي في أي مكان، إنك اوعى تنسى كلمة السر للكارت بتاعك عشان تعرف تسحب فلوس وقت ما تحب، أكبر فترة تخلي فيها فلوسك في محفظتك من غير ما تصرفها، وغيرها وغيرها من الإجابات. بس خليني أقول لكم على الرغم من الإجابات دي إلا إن فيها لمسة من الواقع. بص يا سيدي، الشمول المالي هو إن أي مواطن مصري راشد مع بطاقة شخصية يعرف يوصل بكل سهولة لكل الخدمات البنكية والمصرفية بدون أي صعوبات، زي مثلا تفتحوا حسابات بنكية، تستخدموا البرامج المالية زي انستا باي وغيرها، تعرفوا تستلفوا قروض من البنوك، تجيبوا شقق، عربيات وهكذا. طيب ليه الدول بتعمل كده؟ عشان ما يكونش في فقر في المجتمع، والناس وقت ما تتزنق تروح تاخد قروض والعجلة تمشي. ده بيمنع من وجود السوق السوداء عشان بيخلي البنوك والدولة شايفة الفلوس من خلال المنظومة البنكية، يعني بتصرف امتى وفين وازاي، ان مصالح الناس تخلص وهي قاعدة في بيوتها، يعني راحة للناس عملاء وموظفين، عشان الدولة تجذب الشركات للتعامل مع البنوك. طبعا بتديهم امتيازات كتير من أسعار فايدة وقروض، وده بيزود استثمار البلد والحال يبقى عال العال. وبكده أقدر أقول لكم مبروك، انتم كده فهمتم يعني ايه الشمول المالي. ودي كانت الخلاصة مع أبو اليزيد.